السلام عليكم. لو انت مهتم بالجديد والمفيد في عالم التطبيقات، دلوقتي اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك مننا كل جديد في عالم التطبيقات، سواء التطبيقات المحلية او التطبيقات العالمية، ونقدر نشرحها لك بشكل سهل وبسيط، زي تطبيقات السيارات، تطبيقات العقارات، او التطبيقات اللي بتسرق بياناتك، وكمان تطبيقات التعارف. والنهاردة هنتكلم عن تطبيق ريدوت باي، كارد اند باي، يعني تطبيق العملات المشفرة. التطبيق ده تقدر تستخدم عن طريقه العملات المشفرة زي العملات الورقية بالظبط. التطبيق ده بيهدف لاستخدام الريدوت باي اللي هي العملات المشفرة في المعاملات اليومية، زي والحصول على بطاقة افتراضية أو مادية مرتبطة بمحفظتك من العملات المشفرة. يعني تقدر تربط المحفظة بتاعتك عن طريق بطاقة افتراضية وتحولها إلى عملات ورقية تقبل الدفع في أي مكان. يعني تقدر تحول عن طريق التطبيق ده العملة المشفرة لعملة ورقية عادية جدا، وتقدر تشتري منتجات وتدفع خدمات من ملايين التجار حوالين العالم. يعني لو انت عندك عملة مشفرة زي البيتكوين والإثيريوم وسولانا وعاوز تستخدمهم في معاملاتك اليومية زي العملات الورقية عادي، فالتطبيق ده مفيد ليك جدا. التطبيق ده تقييمه 4.3، وده تقييم عالي وبيدل عن رضا المستخدمين للتطبيق، ومساحته 33 ميجا بايت، وحجم عمليات التنزيل للآن حوالي أكتر من 1,000,000 عملية تنزيل. التطبيق ده بيقدم لك رسوم وعملات منخفضة لما بتتعامل بيه، بتبلغ 1% بس على المعاملة. التطبيق ده متوفر في أكتر من 150 دولة في العالم، وبيخدم أكتر من 2 مليون مستخدم، وبيعالج حوالي 1.5 مليون معاملة شهرية. التطبيق ده آمن جدا، تقدر تستخدمه بأمان، وتقدر عن طريقه تحول عملاتك المشفرة إلى عملات ورقية وتستخدمها بسهولة في حياتك اليومية عن طريق ربط التطبيق ده بمحفظتك. أتمنى أكون وصلت التطبيق بشكل سهل وبسيط، وياريت بعد تحميل التطبيق كل واحد يقول تجربته الحقيقية في التعليقات، سواء كانت التجربة دي تجربة إيجابية أو سلبية، علشان الكل يستفيد. ولو في تطبيق حابب ان احنا نتكلم عنه في القناة، ياريت تشترك في القناة وتفعل الجرس وتكتب لنا في التعليقات اسم التطبيق اللي انت محتاج ان احنا نتكلم عنه، علشان نعمل لك فيديو بيه ونوصله ليك بشكل افضل، او تواصل معانا عن طريق مراجع برامج على الفيسبوك.